لو عايز تستثمر فلوسك في شهادة ادخار تديك عائد على المدى الطويل ومش عارف تعمل ايه، يبقى مفيش قدامك غير شهادة ألف من البنك الأهلي. في شهادة اسمها شهادة استثمار ألف من البنك الأهلي المصري، ودي معمولة للناس اللي عايزة تحوش على المدى الطويل من غير ما تتابع كل يوم. الشهادة مدتها 10 سنين وبتدي عائد ثابت 12% سنويا، بس مش هتاخد الفايدة كل شهر أو كل سنة، لا الفايدة بتتجمع على بعض وبتاخدها كلها مرة واحدة في آخر المدة. يعني لو حطيت مبلغ النهاردة هتسيبه يكبر لوحده لحد ما تستلمه بعد 10 سنين بقيمته ومعاه العائد كامل. المميز في الشهادة دي انك تقدر تربط الشهادة من 500 جنيه ومضاعفتها، وكمان ينفع تاخد قرض بضمان الشهادة لو احتجت فلوس في اي وقت. بس خلي بالك لو حبيت تسحب فلوسك قبل المدة لازم يعدي على الأقل 6 شهور، وساعتها الفلوس بترجع حسب جدول البنك. يعني من الآخر كده الشهادة دي مناسبة للي عايز يحوش على مهله ويستفيد بعائد ثابت من غير مخاطرة. يلا قولنا في التعليقات لو معاك مبلغ هتستثمره في الشهادة دي ولا هتعمل ايه؟